أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تواصل الجهود لتوسيع الخدمات الكهربائية في عنسبة. ارتياح لرعاية الأمومة والطفولة في أمأتره. مزارع منطقة دوغالي يتأهبون استعدادا لخريف الهضبة. 10 قتلى وأكثر من 1000 جريح فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي. موسكو تهدد برد صارم عقب عقوبات أمريكية جديدة. واجتماع زعيمي باكستان وأفغانستان بعد مزاعم عن ضربة جوية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح مكتب هيئة الكهرباء في إقليم عنسبة بأن عملية النشر وتوسيع الخدمات الكهربائية الجارية في الإقليم تتواصل بوتيرة عالية وتحرز تطورا ملموسا. وأوضح المدير التنفيذي للفرع المهندس زبوي إدريس بأن الجهود الجارية لتوسيع الخدمات الكهربائية التي كانت متحصرة في مدينة كرن وضواحيها فقط ساعدت إلى تقديم الخدمات الكهربائية التي تتوزع من محطة حرقيغو للطاقة الكهربائية ل 26 قرية في 6 مديريات بالإقليم، وكذلك مديرية أفعبت بإقليم شمال البحر الأحمر وضاحية عدردي بإقليم القاش بركة ل 24 ساعة. ووفق المعلومات التي أدلى بها المهندس زبوي أن أكثر من 36% من سكان إقليم عنسبة يتلقون الخدمات الكهربائية، ولا زالت تجري عملية النشر وتوسيع الخدمات الكهربائية على المناطق المتبقية. وذكر المهندس زبوي ارتفاع عدد الزبائن الذي كان أقل من 1000 زبون في الماضي إلى أكثر من 14,000، وسوف تتضاعف الأعداد بعد اكتمال عمليات توزيع الخطوط الكهربائية الجارية، مناشدا الزبائن لاتخاذ الحذر والاستعمال الجيد. من جانبه قال الشاب داوي تركا مسؤول مشروع توزيع الخطوط الكهربائية إن توزيع الخطوط الجارية في 38 قرية بالإقليم وصلت إلى المرحلة الرابعة، موضحا اكتمال عمليات التوزيع في 20 قرية ولا زال التوزيع جار في القرى المتبقية. أعرب سكان أماترا بمدينة مصوى عن ارتياحهم للخدمات الصحية التي يقدمها المركز الصحي، وخاصة رعاية الأمومة والطفولة. وأوضحت الأمهات بأن التوعية التي يقدمها المركز أدت لمراجعتهن المركز لضمان صحتهن وصحة الجنين والولادة فيه. وقال مسؤول المركز الصحي السيد سمر برهة إن المركز يقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتطبيب الأطفال والتطعيم وتحاليل السل والتوعية الصحية ومتابعة تغذية الأطفال وتوزيع الناموسيات والأدوية، مشيرا إلى ولادة 800 إلى 950 امرأة في المركز سنويا وارتفاع التطعيم لأكثر من 96%. وأشار إلى عدم وجود حالات وفيات الأمهات أثناء الولادة في السنوات الثلاث الماضية، داعيا الحوامل لمراجعة المؤسسات الصحية ل4 مرات على الأقل أثناء الحمل. هذا ويضم مركز أماتر الصحية الذي افتتح عام 2000 خبراء لأمراض النساء والولادة والطب العام وفني تحاليل وصيدلية، ويخدم بعض المرضى القادمين من ضواحي مديرية مصوى وبعض أجزاء مديريات إقليمي شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر. ينظم مزارعو منطقة الدوغالي في مديرية مصوى أعمال نفيرية واسعة للاستفادة الجيدة من السيول المنحدرة من المرتفعات في المجال الزراعي بفعالية، وكذلك لإصلاح مساقط المياه. وأوضحوا لوكالة الأنباء الإريترية بأن العمل هو مواصلة للجهود الجارية لمضاعفة الإنتاجية وتعزيز أنشطة حفظ المياه والتربة، مناشدين لتدعيم أنشطتهم بالآليات الثقيلة من أجل ضمان تلك الأعمال الفعالة. كما أوضح المزارعون بأن النفير ينظم في الأسبوع 3 مرات لإصلاح أراضيهم الزراعية البالغة مساحتها أكثر من 80 هكتارا، مشيرين إلى أنهم يطالبون الجهات المعنية تقديم الدعم عاجلا للصيانة العاجلة للبنية التحتية الزراعية التي باتت فوق طاقتهم. هذا وتبعد منطقة الدوغالي 25 كيلومترا من جهة الشمال الشرقي لمدينة مصوى. عقد مدير مديرية بارونتو سيد أوريليو جاكومينو اجتماعا تنويريا لسكان ضاحية عانا غولو حول مرسوم إعادة توزيع الأراضي الزراعية.
وشرح أهداف البرنامج داعيا السكان للتعاون مع اللجنة التي تشكلت لتنفيذه قريبا. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد هينوك زجاي أن عملية إعادة توزيع الأراضي الزراعية التي ستنفذ في كافة المناطق تهدف إلى وضع حد للاستخدام غير المسؤول للأراضي ورفع الإنتاج والإنتاجية. وأشار إلى أن الأراضي الزراعية التي لم يتم تنميتها لسنتين بعد عملية إعادة التوزيع هذه سيتم إعادتها. تم تركيب مصدر للطاقة الشمسية في دير زعدة أنبا بضاحية الشبق بمديرية حجات بدعم مالي قدره 90,000 يورو من الإريتريين المهتمين المقيمين في سويسرا. وأشار السيد تخلهايلي الذي سلم الدعم المالي إلى أن الدعم المقدم يسهم في توفير الطاقة الكهربائية للخدمات المنتشرة والطلاب في داخل الدير، كما يسهم في لعب دور كبير في ظل الجهود الجارية لجعل الدير التاريخي والسياحي أكثر جاذبية للزوار. ويقع دير زعدة أنبا من الناحية الجنوبية الشرقية لمدينة حجات ويبعد عنها 35 كيلومترا. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي قتل 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 1000 برصاص الجيش الإسرائيلي إثر اندلاع أعمال عنف على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث تجمع فلسطينيون في يوم آخر من الاحتجاجات بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وأضرم متظاهرون النار في إطارات سيارات في محاولة لحجب رؤية القناصة من خلال الدخان الكثيف. وقتل 20 فلسطينيون وأصيب مئات آخرون برصاص القوات الإسرائيلية في تجمع مماثل يوم الجمعة الماضي. ويطالب المحتجون بالسماح بعودة اللاجئين إلى أراضي أسلافهم فيما أصبح الآن إسرائيل. وتقول إسرائيل إن حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تتولى إدارة قطاع غزة تنظم الاحتجاجات حتى تشن هجمات على إسرائيليين. ودعا كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل فيما يتعلق بمقتل الفلسطينيين في الأسبوع الماضي، وناشد الهدوء. هددت روسيا برد صارم عقب قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وشركات روسية واتهامهم بالتربح من سياسات موسكو تجاه الغرب. وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة حارسا شخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصهره وشخصيات أخرى مقربة منه. وبموجب قرار فرض العقوبات يمكن تجميد أي أصول تابعة لهم تخضع للولاية القضائية الأمريكية. وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا أكدت فيه أن أي قدر من الضغوط لن يجعل روسيا تنحرف عن الطريق الذي اختارته. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن أن العقوبات تأتي ردا على المزاعم بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وبسبب الإجراءات التي اتخذها الكرملين في القرم وسوريا. وعد زعيما أفغانستان وباكستان بالعمل معا بشأن قضية الأمن الإقليمي في اجتماع بعد يوم من اتهام كابول للجيش الباكستاني بتنفيذ ضربة جوية نادرة على جانبها من الحدود. واتهمت أفغانستان يوم الخميس باكستان بشأن ضربات سببت أضرارا مالية جسيمة في إقليم متخام لباكستان. وردت باكستان بأن قوات الأمن كانت تتصدى لجماعات متشددة تتخذ من أفغانستان قاعدة لها على الجانب الباكستاني من الحدود. ويسلط الخلاف الضوء على أزمة الثقة بين الجارتين والتي تتركز حول اتهامات متبادلة بعدم بذل ما يكفي من جهد لمنع هجمات المتشددين عبر الحدود. وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إن الزيارة التي قام بها الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني في كابول شهدت محادثات ودية، وأن الزعيمين اتفقا على هدف مشترك هو الأمن الإقليمي.
في النبأ الأخير قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن بلاده حصلت على تعهدات بمنح وهبات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار خلال مؤتمر بباريس، حيث تسعى الحكومة اللبنانية للحصول على دعم دولي لبرنامج استثمار رأسمالي من أجل تعزيز اقتصادها. وقال مسؤولون لبنانيون إن التعهدات تشمل قروضا ب4 مليارات دولار من البنك الدولي وقروضا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.1 مليار يورو و1.35 مليار دولار، وتجديد خط ائتمان جرى تقديمه سابقا من السعودية بقيمة مليار دولار. وتضررت لبنان بشدة جراء الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات في سوريا المجاورة، ويستضيف ما يزيد عن 1,000,000 لاجئ سوري. ويسعى لبنان إلى الحصول على تمويلات للاستثمار في إصلاح بنيته التحتية وزيادة النمو الاقتصادي. في المقابل يريد المانحون من لبنان التزاما بإصلاحات تعطلت طويلا. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.